على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البارحة كان في طلب لسيدنا أبو بكر الصديق الحكيم يلا نعم أي نعم كان في طلب لسيدنا أبو بكر الصديق. الآن إن شاء الله نقدر نوفي الطلب وليس نوفي سيدنا أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم. نوفي الطلب هنا نقدر نوفي نعم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو يعني فارس ميدان المحبة، وما جمعتنا إلا محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دعاتنا إلا المحبة لحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المحبة هي ميل قلبي، المحبة ميل قلبي، فما مال القلب ده عارف أنه بعد ذلك ماله هو حبة، يعني حبة خير وحبة شر، هو حبة خلاص مال إلى الشيء. قد تدعوك المحبة لجمال شخص، وقد تدعوك المحبة لإحسان من شخص، وقد تدعوك المحبة لخلق من أخلاق شخص، وكلها مجموعة في رسول الله. بس الله عليك يا الله، كلها في رسول الله. يعني الإنسان قد تدعوه المحبة لحبيبته. نعم السلام. والرسالة هسه بتقول دي فيها إساءة يا جماعة. اللهم صل على محمد. محمد من صلى عليك يا سيدي. قال وما قال له هذا الاسم. اعملوا حسابكم منا يا جماعة. لا إله إلا نعم من الإساءة للحبيب المصطفى. صل على محمد. لا صل على سيدنا. بس سيد رب سيده، أنت مالك. لا إله إلا الله محمد. القرآن 114 سورة. أيوة والله سلام. 6666 آية برضو ما فيها محمد. لا إله إلا الله. إذا ذكر الاسم محمد، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول. لكن يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، هكذا. بس الخالق الباري باشي جل جلاله. لذلك الإنسان يعمل سيد يعني لفت سمعنا لهذه الحاجة. الإنسان يمحاها، لا إله والله يمحاها، لأنه متعود على لفظي لا يرضي الله عز وجل. أيوة والله لا يرضي الله. لا إله سيد. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء من وعد. لا إله الباري عز وجل قال ما تقولوا كذا. حتى أن خرجنا من الطلب، لكن دعانا الشيء الثاني. نعم. حتى أن الرجل الذي أرسل على أنه يقتل رسول الله ولاقى شاب من شباب المدينة، لا إله قال له أين أجد محمد؟ قال له والله لولا أنك غريب لقتلتك. تقول محمد؟ بس اي والله لا ما شاء الله. ده ولد صغير. أسلم يكون قتلتك لقتلتك. اي والله. تقول محمد؟ يا بعد الساعة ما فيها حسنة. تقول تجيب ساعة يا شيخ. صلى على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله. حي لو اي لذلك ألزم سلام. يقول لك الحديث يقول لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا ده النص. لكن وين الأدب؟ أدب ما في حول ولا قوة بالله. الله تقول اللهم صل على سيدنا محمد. حي والله سيد ولد آدم برفع رب سيده. هاي لذلك يعني انتبهنا لهذا الأمر على أنه ما يفوت على الناس، ما يفوت علينا يا جماعة. هاي وقفة. ايوه والله. داير تتذكر حاجة زي دي، سوي لك سيرة عديلة عشان تتذكر. براق التلفون ده مسجل. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، حتى تتعود انت لسانك ذاته على سيدنا محمد. بس يا والله. وكثرة التكرار علمت الشطار. لا
الشاطر بيتعلم بكثرة التكرار، والأخيار ما شاطر بالتكرار ما حيتعلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يتعلم علمني ما خلاص. نرجع للطلبة الذي قلنا اياه. سيدنا الله يسيد. لذلك يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان يحب رسول الله، يعني كان يحب محبة ما بعدها محبة. والله ما عاديها ما بعدها محبة. ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر الصديق. صديق الله يسيد. أفضل خلق ماله بعد الأنبياء منو؟ لذلك وسيدنا أبو بكر الصديق نال بشنو؟ المحبة. نال هذه الدنيا بالمحبة. محبة. وسيدنا أبو بكر الصديق أعظم منه ما في إلا الأنبياء. والله ما ما أعظم منه ماله سلام إلا الأنبياء. سلام. وآية المحبة بتقول كذي، يعني آية المحبة لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انتحل جسمه وتغير لونه سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مالك يا ثوبان أبيك مرض؟ قال له لا والله يا رسول الله، بس من الصباح لحد هسه ما شفتك، وذكرت القيامة بس إن دخلت الجنة فتكون في الجنة مالاه. سلام. وين الحقيقة؟ فسكت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام. جاء سيدنا جبريل بالآية، بس جاب الآية على أنه رفعوا للجنة فيها رسول الله، وجعل المحبة أعظم طاعة لله سبحانه وتعالى. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله. أولئك مالو مع الذين أنعم الله عليهم من شنو؟ من النبيين بمحبتهم. السيدة خديجة معروفة نعم فيهم المؤمنين، وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى، وهي جدة الأشراف، هي التي حباها المصطفى حبا لم يحبه أحد من النساء. لكن ما حضرت الصلاة، ما في قبال الصلاة، ما في قبال شنو؟ قبال الصلاة. والوحيدة الذي أرسل لها الله سبحانه وتعالى السلام مع سيدنا جبريل. سلام عليكم. السلام. سلام. الصلاة ما حضرتها، من باب أولى ما حضرت الزكاة، من باب أولى ما حضرت رمضان ولا حضرت الحج. صلى عليك يا عفو. لماذا كانت تعبد الله؟ كانت تعبد الله بشو طيب؟ لما شنو يعبدوا بها؟ كانت تعبد الله سبحانه وتعالى بمحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تنام بمحبتها لشنو؟ رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ما حضرت الصلاة عشان فرضوها، ما في قبال من فرض الصلاة. نعم. صلاة فرضها في الإسراء والمعراج. نعم. في الشهور اللي في الأيام اللي قبل دي كده شوية كده أنها انتقلت السيدة خديجة. سلام. وانتقل كذلك أبا طالب، وكان عام حزن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. أسري به وعرج به إلى السماوات. جابوا له جواب الدعوة. الدعوة جاء جوابها مع سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل، وانتظروه. قام جمالي ومشى الحجر بتاع سيدنا إسماعيل، برضه حنمرق برا من الموضوع. السيدة خديجة يعني عبادتها كانت محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك سيدنا أبو بكر الصديق كان محبته محبة لشنو؟ رسول الله. لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر الصديق اختيار الله عز وجل له أن يكون رفيق حبيبه. الله يرفيق حبيبي. صلى عليك يا سيدي. رفيق حبيبه. ايوه والله.
سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال الأنصار والمهاجرين كلهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال سيدنا أبو بكر الصديق وعيشك يا رسول الله ما سجدت لصنم قط. عارفين وعيشك وحياتك يا رسول الله ما سجد. ده منو؟ سيدنا أبو سيدنا أبو الصديق قدام منو؟ قدام النبي صلى الله قدام صلى الله عليه وسلم. وعيشك يا رسول الله وحياتك يا رسول الله. ايوه والله. لا الله ساقك كذي، قال ربنا قال لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون. قسم ها هاي لعمرك إنه في سكرته اللام لام شنو؟ قسم لام قسم. ايوه حياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. الباري عز وجل لعمرك اي وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال له وعيشك يا رسول الله ما سجدت لسنه قط. سيدنا عمر قال له مه كنت في الجاهليه كذا وكذا. انتهي مه يعني انتهي. انت كنت في الجاهليه كذا وكذا كذا سنه. سيدنا عمر الصديق قال له كان ابي اخذني وانا صغير الى مخدع الاصنام وقال لي هذه آلهة جذورنا آبائك أشم العوالي فاسجد لها. تركني وقف برا، فقلت للصنم الكبير والله أنا جعان أطعمني. لم يجيبوا. أنا عريانك سيني لم يجيبوا. قال الله دار تقول الحجر ده خارج دافع عن نفسك. ما يستروي كان شايل الحجر طقره وطقره معه. بس أبوه جاري لقاه طق الصر ورماه. ما هذا؟ قال له ما ترى؟ شايف؟ ما ترى؟ ماك شايف؟ شايف طوال ودري أمه. قال له إن ابنك فعل وفعل وفعل. قالت له اتركوه فإنه الذي خاطبني به الباري عز وجل. صلى عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام اتركوا. هو الذي خاطبني به شنو؟ قلت لا يا أمه كيف خاطبك الباري عز عليك وجل؟ يا سيدي رسول الله. قالت له كنت في المخاض الله تعالى. ولم يكن معي أحد. نعم نعم. جاني الهاتف من الباري عز وجل وقال لي يا أمة الله على التحقيق يا أم الولد العتيق في الأرض الصديق في السماء الصديق وفي الأرض لمحمد صاحب الولد. أكيد صاحب رفيق. صلى عليك. سيدنا نادى طوالي قال له والله يا رسول الله حق ما قال أبو بكر والله صادق أبو بكر والله صادق أبو بكر. ايوه ايوه ايوه. صلى عليك يا الله صادق. صلى عليك. فكانت هذه العناية الإلهية نعم. من الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق وهم قالوا وهو في بطن أمه يا دوب دايرين يلقوه. لا اله كانت عناية إلهية أيوة. لأنه ده حبيب ده رفيق الحبيب المصطفى. صلى الله عليه وسلم. حبيب. أي ثاني اثنين يزهما في القار نعم. إذ قال لصاحبه لا تحزن. لا تحزن الله معنا. الله معنا. أي لأنه هو رضي الله تعالى عنه لما هاجروا كان مرقوا برا وكانت في رمضاء وكانوا ذاهبين وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت الحجارة على قدميه فسال الدم. اللهم صل عليه. فجلس سيدنا أبو بكر الصديق وشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه وصعد به الجبل في الغار. لما نص الغار قال له مكانك يا رسول الله حتى تفقد الغار. مكانك حتى تفقد الغار. جعل يتفقد الغار كلما لقى فتشوا جحر أو شق يقطع من جلابيته من هدمه شد ويسيد لا من كملك. لا اله الا الله. وفضل واحد سيدنا عمر الصديق بعقبه سداه. سداه مع انه في هذا الجحر في دبيب ثعبان زي ما قال حي الماعي. قال له 700 سنه من تدرس صلى الله عليه وسلم. صلى عليك. قال بيجي هنا هو دار اشوفه. حي الوالد 700 سنه. لا اله انتظر جاء قال سداه شنو قال له صلى الله عليه وسلم ادخل.
ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم خد راسه في حجر سيدنا أبو بكر الصديق. السلام. فإذا بالدبيب الثعبان يلدغ سيدنا أبو بكر الصديق ويتغاطى منه الدمع والعرق. والرسول صلى الله عليه وسلم نايم خايف تقع واحدة تصحي النبي من نومه، كان يتلقاه بيدينه عشان ما تقع على رسول الله واحدة. حيرك على ما بعد. فسبقته واحد وقع على رسول الله تقصحه، ما بالك يا أبو بكر؟ قال له ضيقت يا رسول الله. أيوة والله. قال له أين؟ قال له ها هنا. قال له السلام. طبيب طبيب إذا علم الطبيب. ايوه والله. ايوه والله. تعلم لكم شيء ما يحتاج شيء. حيرة السبار قال له يا رسول الله أتشتى لأنه السم حار. قال له يا رسول الله أتشتى. لا قال له يذهب إلى مؤخرة الغار تجد ماء فشرب منها. قال يا رسول الله الغار ده فيه مويه. قال له أيوه عين كاملة مش عليها. مشى لقاها عين أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل. شرب منها كبر توا وجقعت. المويه كيفته قال الله قال سمينا تعالى. أبي الله. ما لقاها. قال يا رسول الله لقيتها. واي المويه مالها ما لقيتها. قال لي يا أبو بكر لقد أتانك بها جبريل من داخل الجنة على أنك تشربها. ايوه قال يا رسول الله أغدري عند الله هكذا؟ قال له بل وأعلى من ذلك. الله يعلم من ذلك. وما أعلى من ذلك يا رسول الله؟ قال له من أبغضك وعبد عبادة 70 نبيا أدخله الله النار. والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبغى بكري حبك والله. حبك والله. حبك والله. سلام رضي الله عنك. كان يحب رسول الله محبة نعم ما عادية. والله ما عادي. ما عادية. حتى أنه لما يعني ماشيين في الطريق ولقى الراعي وحلب منه اللبن وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لقاه نام. بقى يبرد في اللبن ده. لا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ نومته وصحى. صلى الله عليه وسلم. اللبن بقى بارد. الرسول صلى الله عليه وسلم صحى أسقياه. قال شرب رسول الله حتى ارتوى. السلام. لا إله إلا الله. واي شرب رسول الله حتى ارتوي. حتى ارتويت. تقريبا صلى عليك. حينا واي روح في جسدين. اي والله. روح في شنو؟ جسدين. آي. فكان سيدنا أبو بكر الصديق بشدة محبته لرسول الله لا يتأخر عنه. حتى سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه يسمى الفارس المغوار والمقاتل الذي لا يشق له غبار. فسأل الصحابة قال من أشجعنا؟ قالوا أنت يا علي. قال أجل والله ما صارعني أحد إلا صرحته، ولكن من أشجعنا؟ قالوا من أشجعنا يا علي؟ قال أبو بكر الصديق. السلام. كيف؟ قال الله كنا في مكة ويؤتى برسول الله ويتلتل به ولا نحرك ساكنا، وأبو بكر غايب فيأتي أبو بكر كالسهم المرسل فيضرب هذا في صدري وهذا في صدري وهذا في صدري ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الله بكري يا سلام رضي الله عن بكري. حتى أن سيدنا عمر لما كان في صلح الحديبية سلام وقال له ما تنظر ما قبل رسول الله. قال له الناس قبل بشنو؟ قالوا له البيكفر منا نديهم اياه والبيام منا نبيام نرجعوا لهم البيام برضه نرجعوا لهم. قالوا ماذا قلت انت؟ قلت والله لا نرد الدنيا في ديننا. ايوه والله. قال فاذا ابو بكر سيدنا عمر عملاق قال فاذا ابو بكر مسكني ونفضني كما ينتفض العصفور في قفصه وقال لي يا هذا انه رسول الله كن في ركابي. بس مكانه حينا واي حينا في ركابه جاء لنتبعه لا يتبعنا. السلام.
جاء لا يتبعنا. يا سلام. نفس القوة دي سيدنا الصديق ما فارقته. لما انتقل رسول الله كانت الردة أصحاب الردة، فجاء سيدنا عمر قال لي يا أبو بكر إن الناس صارت كالوحوش الطاغية فتألفهم. قال له رجوت منك الإعانة فأتيتني بالكفر. الشجاع في الجاهلية يا عمر وخوار في الإسلام. والله لا أتألفهم لو كان تخطفوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الجيش قد خرج، قالوا إن الدبور يقاتل معي بس. قال في كلمة دي الدبور جمع المسجد كله. قال فعرفت أن الحق مع أبو بكر. قال الله قاتل لو كم منعني عقال بعير. فكان سيدنا أبو بكر الصديق لا تأخذ في الله لومة لائم مع قلة جسمه، ولكن كان بقوة إيمانية بس. يا سلام. قال فبعد ذلك عرفت أن أبو بكر مهد لي لخلافتي. مهد لي لخلافتي. مهد لي لخلافتي عشان ما يكون في خلاف. نعم. ما يكون في ذو نيابي. لا لي باردة وقت. لا لي باردة. الله يبارك. الله خلاها لي وليد بيرو. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من شدة حبه لرسول الله عندما سمع أبوه يسيء ضربه حتى أقعده، وأخبر رسول الله قال إن أبو بكر قد ضرب أباه. قال له يا أبو بكر إنه شيخ كبير. قال لي يا رسول الله لم يحضرني السيف. بس كان معي قنشات كان السيف في يدي بس السيف كان ما فيش. أنا كان السيف كان فيه كان أمره يكون غير ذلك. الله يلهوني هاي صلى عليك يا سيدي رسول الله. وعندما أراد أبا قحافة أبو سيدنا أبو بكر الصديق أراد أن يسلم، عندما أراد أن يسلم صلى الله عليه وسلم قال نذهب إلى الشيخ فإنه ضرير. قال له كلا بل يأتي هو بس يا أبا بكر إنه ضرير. قالوا إنه محتاج للإسلام والإسلام لم يكن محتاج له. أيوة والله صلى عليه. بكري واي حي واي الإسلام هو محتاج للإسلام لكن الإسلام ما محتاج له. يجي هو جابوه قايدينه جلسوه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما جلسوه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم فقال له سيدنا أبو بكر الصديق والله إن إسلام أبا طالب عندي أشهى إلي من إسلامه. لا إله إلا لأن أبا طالب بفرح رسول الله يدي فرحني أنا، وفرح رسول الله عندي مقدم على فرح. على فرح صديق مو صديق واي الله يصدق مو صديق رضي الله عنك صديق. لا إله إلا الله. اشتغل كده لا إله إلا الله. كان سيدنا أبو بكر الصديق محبته ليس فيها تدليس أو فيها تغيير أو فيها خيانة أو فيها حاجة ميها. لا حتى أن يوم بدر السؤال كان سأل سيدنا علي كان يوم بدر عندما قال من أشجعنا أصحابه كلهم أحجموا يوم بدر. قالوا من يكون مع رسول الله في العريش. الصحابة أحجموا كلهم. ليه؟ لأنه إذا كان حصل لرسول الله شيء فماذا جوابك عند الله عز وجل؟ لا إله إلا الله. مقام عالي ده. قال كلنا حجمنا وزحينا. قال في إذا أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم قال أنا بكون معه وأنا. أيوة والله أنا اللي بكون معه. قال هذه من شجاعة أبو بكر الصديق. والله ما نقدر عليها. بس والله أجدعنا سلام. الله ما نقدر عليها. أجل الله. ها؟ أيوة والله شنو؟ حتى أن سيدنا علي يوم أحد لما يشيع أن رسول الله قد قتل قال فما جوابي لله عز وجل. أول ما شدكات في الملوك وخلت نبيك؟ لا. أول ما لقيت فئة بجاه فقاتلت فيها وتركت نبيك
فما جوابي؟ مع قال ربي اموت على ما مات عليه رسول الله. بس صل عليك ما يا عندي غير كذب. قال مسكت الغمد بتاع السيف كسرته جلحته وقلت له كون بتاع ناس بس بقيت اضرب فيه ونقتل قال فاذا انكشف هذا الناس عن الشخصي فوجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام. ضرب 70 ضربه نعم من سهم وسيف ورمح، اي والله كسرت رباعيته ودخلت المغفر في الودن الشريفه وهكذا حصل على رسول الله والدماء تسيل منه. السلام لا اله حيا واي قال الله بس الا كذا. سيدنا ابو بكر الصديق يوم بدر قال انا بكون معاهم، انا بكون مع يوم بدر. بس اذا انه كونك انت يعني تحمي رسول الله لابد انك انت ماله تقنع من نفسك، ايوه ماشي كده ايوه والله تقنع من نفسك انك انت ما تعين لنفسك تحيا. بداية لا ايوه لا ما سواها الا سيدنا طلحه بن عبيد الله واحد ضرب يوم احد وحد اي نعم 80 ضربه، كل ضربة جايفة تدخل الكف وتخرجه ولا تمس الجرح. لازم هاي شغله كده واي وبعد ذلك كله لما نحتاج رسول الله ان يصعد الى الصخره فارخى له سيدنا طلحه بن عبيد الله ظهره وهو يسيل من الدماء وصعد عليها حتى غمر. الصحابه جايين قالوا يا رسول الله كيف؟ قال بل حصروا اخوكم صاحبكم حصروه. قال فوجدناه في الرمغ الاخير. سلام فاسقيناه فرجع الى حالة الطبيعه فوعيه. سيدنا ابو بكر قال الله يوم احد يوم طلحه بن عبيد الله، يوم طلحه بن عبيد الله اليوم يحبوه ما عنده شريك ايوه لانه كان يحمي رسول الله. نعم كان السهم بيضرب بالتقابل ظهره ايوه والله يدخل السيف ويعمل جرح غاير ويدخل الكف ويخرجه ولا يسجل. لا اله والله يا عبيد الله يعني خلاص اليوم ده حق طلحه بن عبيد الله، ده ما عنده فيه شريك خلاص. بيضة طلحه بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله الفياض الفياض كما قال الرسول صلى الله والله عليه وسلم. الفياض طلحه الفياض والله الفياض سيدنا ابو صديق شهد له قال يوم بدر حقه هو والله. نعم ها يوم احد حق طلحه بن عبيد الله ما عنده فيه شريك ما في. يوم طلحة ليه؟ لانه كان يحمي رسول الله. شعله كده يا شيخ يتلقى السهام ويتلقى الرماح ويتلقى السيف. ما خلاص الريحة كله في ده ايوه في ده فاد نفسه برسول الله العوي عيونه المغزى والمقصد رسول الله. بس نعم المغزى والمقصد رسول الله. فلذلك كان سيدنا ابو بكر الصديق حبه رسول الله. فاذا شرب التويت. الحمد لله مع انه سيدنا ابو بكر الصديق لم يكن فقير. وسيدنا ابو ذر الغفاري كان فقيرا وكان في شدة الفقر، وكذلك سيدنا ابو هريرة كان فقير ما عنده شيء فقراء ما عنده شيء لله سبحانه وتعالى. جاء في جلبياتهم ما عندهم منقطعين لله عز وجل. وكان سيدنا ابو بكر الصديق افضل منهم. كان سيدنا ابو بكر الصديق ماله افضل منهم. وكذلك لم يعذب سيدنا ابو بكر الصديق كما عذب خباب بن الأرط وسيدنا بلال بن رباحه وسيدتنا سميه وسيدنا ياسر وسيدنا عمار. دول عذبوا اشد التعذيب. هاي دول عذبوا مالون اشد التعذيب. يا سلام وسيدنا ابو بكر الصديق ما تعذب زيهم ولكنه افضل منهم. لا اله الا الله ما تعذب زيهم وافضل منهم. وافضل منهم صديق حب الله. وهؤلاء كانوا يعذبون خاصة خباب بن الأرط قال لما كنت عند التي تملكني قال كانت تملكني وكنت أسن السيوف وتجيب الحجارة الرضف. هو فحم القطر زي ما بيقولوا يعني بيمسك النار مسافة ومدة كبيرة وما بيكمل. الحجارة ديل
قال المرة دي بتجيبه لأن قال شمت فيني الريحة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. قال فجعلت تطرح الحجارة حمرة وتضع ظهري عليها وتطرح فوق صدري. والله لا يطفئها إلا ودك ظهري. رضي الله عنه. لا اله الا الله. وسيدنا أبو بكر الصديق أفضل منه. بس أي نعم. سيدنا بلال كان يعذب وينتظر أن الرمضات تكون في ذروتها. وكيف تكون في ذروتها؟ يجيبوا اللحم النية يخطها في الصخرة، إذا نجضت يروحوا يطلعوا بلال بعدها. لا اله. عندما يضعوا فوق له الصخرة يشموا من تحته رائحة الشواء. بس لا اله. وسيدنا أبو بكر الصديق أفضل منه. أفضل منه نعم. بكري رضي الله عنه. لا إله إلا الله محمد. ليه ماشي غريب؟ هاي قال وكذلك لم يوصف في بدنه كطلحة بن عبيد الله أو خالد بن الوليد. طلحة بن عبيد الله زي ما قلنا ضرب بضع وثمانين ضربة، أي يعني 89 ضربة أو 87 أو 85 هكذا، كل ضربة جائفة تدخل الكاف وتخرجه ولا تمس نور. والغزوة دي كانت يوم السبت، يوم الأحد. قالوا لرسول الله إن قريش في حمراء الأسد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يخرج معنا أمس ما يخرج معنا الليلة. اللي خرج أمس بس. ما مرق معنا أمس. الليلة ما يخرج. الليلة ما يمرق معنا. ما مرق معنا. مضروبين كلهم. هنا قال سيدنا طلحة بن عبيد الله يا طلحة أين سيفك؟ قال له ها هو. قال له اركب. بس ما قال له يا رسول الله أنا الشوكة طعنتني، ولا قال له يا رسول الله والله أنا رجلي رصتني. لا لا دي بدعوا 80 ضربة. قال له هذا. قال اركب. ليه؟ ده باع ولا اشترى منهم؟ لا إن الله اشترى أنفسهم. الجنة غالية. من أنفسهم وأموالهم بأن لهم شنو؟ بس جنة. باع ولا اشترى منهم؟ والله باع والله اشتري منه. والله باع والله اشتري منه. والنبي دي الخلقة منه؟ أحيي. وضحته واشتراها سبحانه الله وتعالى. واي صلى عليك يا سيدي رسول الله. وضحته وده خلصوا فيها. ايوه والله. بس طلحة بن عبيد الله اخلصوا فيها. الله يخلص فيها. نسوا انفسهم. ايوه والله. لا فذكرهم الله عز وجل. نعم. حير واي ولا تكونوا كالذين نسوا الله. لا هذا نسوا انفسهم فذكرهم الله سبحانه وتعالى. وذلك نسوا الله فانساهم انفسهم. لا اله الا الله محمد. قال ولم يقتل شهيدا في سبيل الله كسيدنا عمر بن الخطاب أو سيدنا حمزة بن عبد المطلب أو سيدنا مصعب بن عمير أو سيدنا سعد بن معاذ. دل قتلوا، دل غادوا وقتلوا شهداء، وسيدنا أبو بكر الصديق أفضل منهم. سلام. هاي شعله كده. أفضل من الصديق مالوه أفضل منه. ما هو السر العجيب الذي صنع له هذه العظمة؟ صنع عليه سيدنا أبو بكر السر العظيم. الله يعظيم. لا اله الا يعني الفيه اللي خلى سيدنا أبو بكر الصديق يكون أفضل من ذلك كلهم. شنو؟ الصديق. أيوه. قال كان في مضمار السباق. سيدنا أبو بكر الصديق كان في مضمار شنو؟ السباق. أيوه كان في مضمار السباق، كان بيسبق يسبق. قال ما سبق ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا شيء لكن بيتنوت وغر في قلبي. سبقنا له أبو بكر الصديق. صلى عليك يا شيخ. هو شنو؟ محبته لرسول الله. محبة رسول الله والله. والله محبة الله بعد محبته لرسول الله. اي والله. لا اله الا الله. أبو بكر ما فاتكم بكثرة صلاة ولا والله صيام صوم ولا صدقة. لا انتم بتصلوا هو بصلي، انتم بتصوموا هو بصوم، انتم بتزكوا وهكذا. ما فاتكم بكذا. لا الحياة ما فاتكم بها. بشيء وقر في الحسن بن الله
70 ضربة دي سيدنا 80 الصديق ضربة. ما ضاقت ما وأفضل منه. وافضل منه. لا إله إلا الله. واي أنا ما كويس يا جماعة. قالوا لا إله إلا الله محمد. سيدنا ابو بكر الصديق دي ميل قلبك بينك واختيار أيوة. الهي. ما لي شيء، ما لي صلاه ولا لا لا والله لا. لا لي صلاه ولا لي صيام. لا لا وضعي برقبتك. ألم تركت والله ورسوله الهجرة لا لا ده في جيش العسرة. جيش العسرة صلى الله عليه وسلم قال لابد أن تخرجوا شيء لجيش العسرة، كلكم يخرجوا شيئا. نعم. فقال سيدنا عمر الله الليلة أسبق أبو بكر في هذا الميدان. ما سلق ماله قسم النص سيدنا عمر جاب وجاب. لا بسوق ولا حاجة. لا إله إلا الله. مش علينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ أهلك خليته شنو؟ قال يا رسول الله خليت له مثله. فانتظر فجاء سيدنا أبو بكر يجره مالا لا حد له. مال ماله ما عنده حد ما عنده. مش علي. سأله رسول الله يا أبو بكر ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. بس ولا طعام يوم واحد ما في. مقوت يوم ما في. تركت لهم شنو؟ الله ورسوله. يا سلام. والله ما الله فرق بعيدة. من أين لابن الخطاب أن يسبق صاحب رسول الله؟ ما بيدك. والله بيتمنى اللي هو والله لا نقول والله صاحب رسول الله وهي صلى عليك يا عسير. وأبا بصير عندما كان الشروط اتكتبت بتاعت صلح الحديبية وقال سيدنا عمر لا أرض الدنيا في ديننا. أيوة والله. الرسول سيدنا أبو بكر قال له إنه رسول الله كن في ركابه جاء لنتبعه لا أن يتبعنا. لا بعد سنة أبا بصير جاب لأنه ما قبلوه. أبا بصير يوم الأسلم ما قبلوه. أبا بصير ما قبلوه. الرسول قالوا ترجع معاهم لأنه جل حقنه في المدينة. قال يا محمد نحن شرطنا معاك أنه البياء من بيك مننا ترجعوا لنا. وأبا بصير ذا آمن بك ترجعوا لنا. قالوا ارجع معاهم. قال يا رسول الله أنا آمنت ترجعنا على الكفر تاني والشرك. قالوا هذا ديننا بل هو إلا رده لنا. ده ديننا. أنا شرطتهم بكلمة يا أقبلوا هكذا يا ردوا لنا. قالوا خلاص مرقوا وجاولوا شخصين عشان يسوقوا معاهم ومرقوا برا. وبعد ذلك لما بقوا في الصحراء واحد فيهم قال الثاني والله أنا شايف ده فسن فيه كان أول ملاقاة لمحمد وأصحابه أن أفريهم به الثريان. أتقدر والله. أبو بصير قال له عند سيف ما سيف دي صفيحة قال لابد إنه سيف متين قوي المتن. هذا لا بصير عليه قال له خذه قال شعر طقك على راس داخل بس والثاني قام جاري. سلام عليك يا قال سمعت الحصان رميت تحت له زي الردخ زي الرحى تمرق المصاصة كده تمرق المصاصة كده. قال توالي جاء داخل لرسول الله قال له إن أبا بصير قتل صاحبي. أبو بصير قال له يا رسول الله اتركني وفريستي. قال له إنه تشفع بي ولا تقول شفاعتي. لا إله إلا الله. قال له قبلتها يا رسول الله. اللهم مشى ساق البعيرين وقعد برا قعد برا. جاء أبا جندل ابن سهيل بن عمرو ده كان يا شرطة الحديبية كان جاء بجنازير وابوه كان مقيده على انه ما يصير الاسلام بتاعه. هذا قال لي يا محمد وقف الكتابة ده اول الشروط. ترجعوا معي طوالي هالسعدي وقف الكتابة ما تكتب حاجة. قال له طلع معنا يا ابا جندل. يا رسول الله انا امنت انا برضه ارجع معك ولعل الله ان يجعل لك مخرجا وفرجا. فعلا الله جعل له مخرج وفرج. وجاء مالك لأبا بصير وبيقول الاثنين قاعدين برا. الاثنين ما مرقوا راسين برا يخرطوه ويقتلوه. فاستحار الناس في إزالتهم فجعل كل من آمن وأسلم
يجي كيف معاهم انضم عليهم. انضم عليهم وكلما خرجت قافله لقريش يخرطوها. سووا جمعيات. ايوه. وبعد ذلك بقت قريش كلها داخل مكه ما في زول بيمرق. ورحلة الشتاء والصيف ما لا تركوها. قال لي يا فلان يا تمشي تكلم رسول الله وقال له يا خلق الشر ده بيجيك مؤمن مننا اقبلوا يا اخي. بيجيك معلوم مننا معلوم اقبلوا. فعلا ما قال ما تمشي انت امشينا ليش ناخذ امرك امشي امرك كل واحد يقول الله خير امرك انت امشي انت امرك انت امشي انت. اول مرق ما في زي ما واحد انسرق مشى لرسول الله قال له يا رسول الله ان تلقي هذا الشرط وتقبل كل من ياتيك. قال هذا شرط بينه وبين قريش. قال ان قريش تناشدك الرحم على انك تلقي هذا الشرط. فلغى هذا الشرط لانه الرحم صلى عليه ناشد بالرحم. صلى عليه. بس ابا بصير قال له تعال. ابا بصير لما جاء جاب جيش وجاب اموال طايله ملا بها المدينه. صلى عليك يا شنو عمر عليك كذا؟ قال ان ابا بكر عرفها وهي في وقتها وان ابن الخطاب بعد سنه حتى فهمه. من اين لابن الخطاب ان يعرفها كما يعرفها ابو بكر؟ لا اله الا الله. والله بكري والذي نفسي بيده لأصومن سنة وأقيم ليالها لا لأجر وثواب إلا أن يقول لي الله عز وجل غفرت لك تلك الكلمة التي قلتها لرسول الله. سنة يصومها يقيم لياليها وما داير له فيها أجر ولا ثواب. ما داير ذيل ما داير بس يقول ليش شنو الكلمة قلتها أنه لا نرضى الدنيا لا نرضى الدنيا في ديننا. لا والله لا الدنيا. لا والله ديننا قبلته والله لا ماشي جاب اي جيش. يا سلام. قالوا أبو بكر قبل سنة في قيمة وزاد العرف الليلة. هذا فرق ما بتجايز ذاك شيء عجيب والله. لا واي هذا سيدنا أبو بكر الصديق قال رسول الله ما أفرغ الله لي من علم إلا وأفرغته في قلب أبو بكر الصديق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يعني ما في علم اداه رسول الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وين؟ سيدنا أبو بكر الصديق. لذلك عارف عنه معلومة أبو بصير ده حيبقى كذي ويجي عليه أبو جندل يبقى كذي ويجي لك يسوون الجيش ويحموا قريش كله معتبر من مكانه. بس سيدنا أبو بكر كان يعرف كذي. سيدنا أبو بكر كان يعرف كذي. لذلك الطلبة ما طلبوه مننا يوم مش كان طولنا فيه شوية. أبشر هاي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يحببنا في سيدنا أبو بكر وأن يحببنا في سيدنا أبو بكر وأن يحببنا في رسول الله وأن يسهل لنا المدينة المنورة وأن يسهل لنا المدينة المنورة وأن يسهل لنا المدينة المنورة.